سلام البنات، مرحبا بكم معايا في قناتي. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وصحه فطوركم. الوصفه تاع نهار اليوم كما راكم تشوفوا وصفه بزاف سهله، وصفه تاع الشراك العريان. ما كاش وحده راح دير هذه الوصفه وما ينجحلاش من اول استعمال. شوفوا معايا المقادير كما قلت لكم. الوصفه هذه مولفه نخدمها معكم، سي بوغ سا راني مسرعه على فيديو. مي راح نقولها لكم 3 كيلات فرينه بكيله ليدام ولا كيلو مارغرين، تكون كما شاهدتوا دايبه وبارده. درت الملح، درت لافانيا عفوا، درت مغرفه كبيره تاع الحطه، درت حبه بيض. هنا كنت حطيت لها شويه تاع ما زهر باش نحلها، باش ما نحطهاش هكاك ودير لي هذوك الخيوط الصفورات في الفرينه. فوالا البنات، وهنايا نبدا نطم نبسس في الفرينه فوالا بهذاك الليدام. وهنايا كي تشوفوها ما تقولوش بلي راهي نطمت سيبون. هنا لازم نضيفوا لها الماء زهر، لازم تاخذ حقها تاع الماء حتى تولي ناليس. كي نديروا حربوش ولا نديروا دائره ما تجيش مشققه، سيبون نحبسوا الماء الزهر. نحطوها في كيس بلاستيكي ونحطوها ترتاح ساعات 2. تقدروا توزنوها 35 32 حتى 35 غرام، ولا تقدروا تبيتوها كيما حبيتو. نجوزوا للحشو نفس الشيء مولفه نخدموا معاكم، سي بور سا راني مسرعه على فيديو باش ما تجينيش طويله. راح نركزوا كيفاش نفاصونيو الشراك العريان. 3 كيلات مكسرات بنص كيلو سكر عادي، مغرفه تاع مارغرين بوماد ولا اسمن. درت لافاني ليكيد، انا درت لافاني ليكيد، هاد لافاني شيتها بزاف هايله. ودرت تاني تعطر ماء الزهر. وهنا ديروا واش حبيتوا، تقدروا ديروا القرفه، بصح انا ما ننصحكمش فيها باسكو الحشو تاعكم راح يغمل لكم. قد ما يطول الكاطو الحشو تاعكم كي يتشمخ بالماء الزهر راح يدور. انا ما درتش القرفه، راني ندير في عطر الزهر. هنايا هاد لاغوم هدايا ولا ليكستري ويتباع في الحوانت. فوالا كيما وريت لكم. نبدا نطم في الحشو تاعي بماء الزهر حتى يولي لي عجينه. هنايا درت عطر اللوز، هذه حاجه اختياريه، انا حبيت نزيدو. واذا درتو كاوكاو لازم ديروه باش ينحي لكم هذيك ريحه الكاوكاو. انا كوم عندي حبيت نضيفه كاضافه فقط، باسكو انا هنا درت اللوز، درت لوز بكيله لوز بقشورها، ودرت 2 كيلات لوز ابيض. وهنا كيما راكم تشاهدوا البنات، نطم هنا راه نبسس الحشو تاعي بهذيك الملعقه تاع السمن اللي حطيتها ولا المارغرين، لازم ندخلها في الحشو مليح. هنا لازم تحكوها بين يديكم باش ما تخلوهاش هكذاك حبيبات، باش كي تحطوا ما زهر راح تطم لكم لا فاس تاعكم وتوليكم عجينه، ما عادش تولي محببه. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. صدقوني كما قلت لكم في اول فيديو، واحد الوصفه بزاف هايله، وعلى بالي اللي تجربها راح تدعي لي. راني نمد لكم وصفات فريمون وصفات ناجحين 100%، ما نقص منها حتى انغريديون. وانا هاد الوصفات شخصيا نعتمدهم غير هما، ما نبدلهمش. كما قلت لكم راني نطم في لافاس تاعي بما زهر. هنا حطو غير بشويه ما زهر، ما تكثروش باسكو اللوز كابابل يغلب لكم، ماشي كيما الفرينه اللوز تمتم يشرب. فوالا راهو ولا لي حشو البودان تاعي. هنا البنات انا كنت وزنت الحبات تاعي وهنا بديت نخدم. هنا ديجا كان تاع بالكم راهي الزوج تاع الصباح هنا وراني نخدم، وهكذاك راني نصور لكم هكذا باش ما تراطيو حتى ايطاب. هنا قلت لكم الحشو تاعي وزنته 22 غرام، والعجينه درتها 32 غرام. انا حبيت الشراك تاعي يجيني كبير، تقدروا ديروا تروحوا حتى ل 35 غرام في العجينه تاعكم. وهنا كيما راكم تشاهدوا هذه هي الطريقه اللي نحل بها الشراك عادي. مولفه نخدم معكم ديجا الشراك، حطيت لكم الوصفه بزاف تاع الشراك المسكر. هنا حلوا البوده تاعكم على شكل مستطيل، سيروا رققوا الماكسيموم. فوالا هنا ما ديروا لا فرينه لا والو، كي تخدموا لاباط وتخلوها تريح راح تعطي لكم الطوع وتخدموها كيما تحبوا. دائما تستعينوا بالكوبات باش تسقموا الاطراف ورققوا الاطراف بيان سور. نحكموا البودان تاعنا كما راكم تشاهدوا، نرققوه في الاطراف ونخلوه بومبي في الوسط كيما الحبه تاع الشراك. فوالا شفتوا الحشو انا شحال درتو كبير، درتو 22 غرام، وتقدروا ديروه 15 غرام اللي تحب الحبه تاعها تكون متوسطه. والبنات ما تلحقوش الحشو للاطراف هكا باش ما يخليكمش اللوز وما يتحرقش ولا الكاوكاو. خلوا دائما 1 مليمتر في الاطراف. ولا دي الطريقه كما راكم تشاهدوا، دوروا لوبيو وزيروا باش ما يدخلكمش الهواء، باش ما تخلوش الفراغ لداخل. اغلقوا ورققوا بين الاطراف وخلوا الوسط دائما يكون خشن.
حتى تحصلوا على التركه تاعكم ولا الهليله. وانتم ديروا الشكل اللي تحبوا تخلوه مغلوق وتحبوا تخلوه مفتوح شويه. وهذه هي الطريقه اللي نعتمدها انا في الترك العريان والترك مسكر. فوالا البنات، هنايا فقط انا كنت خدمت ديجا 2 سنيوات وحبيت فقط نصور لكم حبه. قلت لكم كانت 2 تاع الصباح ولا غير كنت عيانه ما قدرتش نصور بزاف. فوالا البنات، وهنايا نحطهم في السنيوه، نتقبهم عفوا بالكوردون باش يتنفسوا، باش ما كاين كاش فارغ يخرج الهواء، ونخليهم يباتوا حتى الغد من داك الصباح. وهنا البنات كيما راكم تشاهدوا، هنا راني مع الصباح. شوفوا الترك تاعي راني كامل درتو بالكوردون خليته يريح. فوالا انا هنا كانت ثاني عندي معايا هنا كوموند لواحد لا كليونت، ما درت ان كونتيتي كبيره كما قلت لكم. هنا راني مع الصباح، هنا درت في قسط صفر بيضاء، درت لها شويه حليب شويه تاع لافاني ليكيد. وهنا عندي مكسرات انا خليتهم بيوضه، درتهم خشين. اللوز عفوا رحيته شويه خشين، انا نحبو هكا خشين. وهنا نبدا نخلط في البيض. راح نوريكم واحد الطريقه كيفاش ديروا الترك العريان تاعكم. ما تحرحروا يديكم، ما تحرحروا الطابله تاعكم بالبيض، ما تغمسوا تحطوا في اللوز تاعكم يقعد بخوب، خيدكم تقعد بخوب. شوفوا هاد الطريقه بزاف عمليه وبزاف عايله. تحكم الحبه تاعكم تحطوها في طبيسي صغير، تدهنوا الحبه ببانسو، لازم يكون عندكم بانسو، ترفدوها وتحطوها فوق المكسرات تاعكم وتخدموا ودخلوا مليح هكذا. صدقوني راح يقعد لكم كل شيء بخوبر. انا خدمت 3 سنوات بهذه الطريقه والله العظيم. قطره بيض ما ساحت، ما تعفن لي والو، ماشي كيما مدارين نرفدوا ونحطوا تغنجيقه بزاف. هنا البنات الفوق تاعي راهو شاعل على 170 درجه. هنا كي نصفت السنيوات خدمته كامل باش شعلت الفوق تاعي يسخن هكذا باش ما يغلبنيش، باش نخدمو ونطيب ميم طون وعسوه بلاكو يتحرق لكم، باسكو راهو غير مكسرات من الفوق. وطياب نتوما تحبوا تحمروه تحبوا تخلوه كيما حبيتو. انا حمرته شويه من الفوق، انا الكاطو تاعي نحبو شويه محمر، ما نحبوش ابيض. وقبل ما نكمل لا فيديو البنات دائما نقول لكم فضلا وليس امرا، ما تنساوش البنات ديروا لي جيم. هذاك الجيم راح يساعدني بزاف باش تطلع القناه تاعي، باش نحط لكم نزيد لكم مزيد من الوصفات ان شاء الله. وبارطاجيو مع الحباب، تروحوا تزوروا قناتي تاع الانستغرام، ديروا لي شويه جيم وشويه دعم ان شاء الله، وتشوفوا الوصفات ولا التصاور اللي نحط تما. وهنا البنات راهو الترك تاعي طاب. شوفوا انا قلت لكم حمرته تحميره خفيفه من الفوق، فوالا ما حمرتوش بزاف. شاهدتكم في الجنه، ونتمنى تكون عجبتكم هذه الوصفه وجات لا فيديو خفيفه عليكم، ونتمنى تجربوها. وهنا البنات كيما فوالا البنات، وهنايا سمحوا لي هنا كي صورت هنا كانت الليل، راهي هنا بعد الفطور لا غالب ما كانش الوقت. كنت كملت التشارك وزدت رحت خدمت المقروط. راح نخليكم في الفيديو الجاي تابعوني، نخليكم الوصفات على المقروط بحشو اللوز وصفه مقروط المقله. راح نعاودوا معكم طريقه مليحه سهله للمبتدئات وراح ينجح لكم من اول استعمال صدقوني. واحد لي زاستوس راح تشوفوهم في الوصفه ان شاء الله باذن الله. فوالا هنايا قلت لكم صورتوا في الليل، لو كان صوتوا في النهار راح يبان لكم خير وخير، مي لا غالب ضيق الوقت اللي ما كاش. شوفوا راح نقسمها غير بيدي، وهنا حنحل لكم حبه كيما راكم تشاهدوا. شوفوا بيدي فقط تحل فاسيلمون، وتشوفوها كيفاش جات مرقه من الداخل. والله العظيم صدقوني يدوب في الفم، جا مبسس بزاف بنين. نتمنى تجربوا هذه الوصفه وهكذا. نتمنى تكون عجبتكم كي تذوقوه نتوما اللي راح تحكموا اسكو مليح ولا ماشي مليح. مرق فوالا شوفوا كيفاش راني نقرب لكم الماكسيموم باش تشوفوا التورق تاعو. علاش نقول لكم كي تحلوا الحربوش سيو رققوه وديروه عريض. لحقنا لنهايه لا فيديو، نقول لكم صحه فطوركم وسلام في وصفات اخرى ان شاء الله.